اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وكلنا اللهم إلى رحمتك. مع الله في القلب لما انكسر، مع الله في الدمع لما انحمر. أعظم الغضب لوعة في الصدر وحسرة وحرقة في القلب يجدها الإنسان على فوات مطلوب أو ذهاب مرغوب. وأهل الدنيا تصيبهم حالات الغضب إذا فقدوا شيئا دنيويا، إما تجارة كانوا يؤملونها، أو عطاء لم يحضروا تقسيمه، أو ما شابه ذلك. وأهل الآخرة سلك الله بي وبكم سبيلهم، إنما يصيبهم الغضب على أمور ربطها النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله بأحوال. فمن أعظم الغضب أن يقول الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ويكتب للإنسان أن يقرأ القرآن سرا وجهارا وليلا ونهارا، أزمنة مديدة وأياما عديدة، ولا تفيض عيناه، مع أن الله يقول: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ومن أعظم الغضب أن يدرك الفرد منا أبويه، أحدهما أو كلاهما، وهما أحوج الناس إليه، فلا ينال ببرهما الجنة. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلزمهما فثم الجنة. والله جل وعلا يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن أعظم الغضب أن يخرج الإنسان حاجا إلى بيت الله الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، فيكتب له أن يقف في يوم عرفة ويدعو الله ويغلب على ظنه بعد ذلك أن الله لن يغفر له. ومن أعظم الغضب أن يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فيخبر الله أنها جنة عرضها السماوات والأرض ولا يجد أحدنا فيها موضع قدم. ومن أعظم الغضب مع الله في عبرة النادمين، مع الله في العبرات الأخر. أن يخبر صلى الله عليه وسلم عمن انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله جل وعلا بصالح أعمالهم، هذا ببره وهذا بعفته وهذا بإيمانته، فتنزل على أحدنا النوائب وتحل به المصائب وتبلهم عليه الخطوب، ولا يجد في ثالث أيامه عملا صالحا يتوسل به إلى الله. وإن من أحمد القبل أن يصدر الإنسان بين الناس ولا يكون له سريرة تعدل ما يجهر به. نعوذ بالله من الخذلان. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وكلنا اللهم إلى رحمتك. مع الله في سكنات الفؤاد وتسليمه بالقضاء